في الدار البيضاء داروا واحد المختبر ديال الحجامة المستقبلية. المختبر فيه روبو سميتو بروس كيعلم كل شيء من الحجامة التقليدية حتى للعلاج بالطاقة الكونية. نهار جاو عنده شي يتيمة من الحومة باش تعلموا يا الحجامة، راه المستقبل محتاجكم. بروس بدا يشرح. أول حاجة كتحط الكاس على الجسم، ولكن بلا ما تنساو تتبعوا خطوط الطاقة الفضائية. واحد الدري سأل: سي بروس، كيفاش نعرف الطاقة ديال المريض؟ جاوبوا روبو بصوت رسمي: سوف يظهر لك على الشاشة لون الطاقة، مستوى الاهتزاز الكوني، نسبة الفلوس اللي باقي عنده في الجيوب. اليتيمة تصدموا: واش حتى الفلوس دخلات في الحجامة؟ بروس ابتسم بالروبوتيك وقال: اللي بغى يولي حجام فضائي خاصو يعرف الصحة وفلوس الحمى مرتبطة. من بعد كل واحد بدا يجرب. واحد شاف المريض ديالو طلع في الهولوغرام كيهضر بصوت ديال الفضاء، محتاج وحدة تاي مع النعناع. وفي الأخير بروس قال: تعلمت اليوم الحجامة ولكن بالذكاء الاصطناعي، حتى اليتيمة غادي يوليو أساطير الحمى.